السلام عليكم حبايبي. اليوم جايب لكم عرض خاص، ورشة تصليح السيارات، صبغ السيارات، سمكرة السيارات، ميكانيك سيارات. جايب لكم عرض جميل اليوم، عرض هائل. بالنسبة السيارة الصغيرة 100 ريال، عاملين عرض عليها مدة أسبوع اللي جا عن طرف سيمو. والسيارة الكبيرة 150 ريال، وتشوفوا الصبغ وكالة. وأنا الحين تابعوا الفيديو عشان أحط لكم الموقع وين، وبعدين ندخلكم داخل عشان تشوفوا بعينكم الشغل كيف. تمام، يلا. كما تشوفوا الاخوان، هذا صناعيه بركه، دوار صناعيه بركه. هذه صناعيه بركه، تاخذ الدوار على اليمين مباشره. انت جاي من بركه، دوار بركه تاخذه على اليمين 100 متر، يجيك كلا الوادي وكار هاوس. ها هو كلا الوادي، جنبه الكراج، كراج تصلح السيارات. وهذا الكراج كراج كار هاوس، بيت السيارات كما تشوفوا. وهذا ندخل الكراج وتشوفوا تصلح سيارات، صبغ سيارات، ميكانيك سيارات، كل شيء متوفر عندهم. ينزلوا ماكينات وعندهم الشغل 100%. كما نقول لكم في عرض خاص 100 ريال على السيارة الصغيرة و150 ريال على الفرويل. هذا عرض من عندي انا، واي واحد جا قول لهم متابعين سيمو، وان شاء الله ما بيقصروا معكم. وانا بحط لكم الفيديو، الرقم في الفيديو. يلا شوفوا ما شاء الله، صبغ وكالة، صبغ وكالة صديق. لا ما شاء الله، بيت سيارات. هذا اللوجو ما شاء الله من السيارة. خلينا نشوف السيارة كامل الحين. شوف ما شاء الله، صبغ وكالة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اي كثرة الصبغة انا ما قدرت استحمل هنا. الحين هذا كما تشوفوا في الفرن عندهم، يصبغوا السيارات في الفرن، يعني صبغ الفرن يعني ما صبغ عادي ما شاء الله. شوفوا حتى الصبغة، تشوف وشك في الصبغة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف القرطاس كيف عاملينه، حال القامات وحال الدريشات وحال الاشياء هذيك ما شاء الله. شوف الصبغه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف اللمعه بعده ما مسوي لي لا بوليش ولا شيء، بس الصبغه هذه بس. شوف كما تشوفوا فيها ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا في الفرن عندهم داخل. شوفوا ما شاء الله، صبغ وكاله، صبغ وكاله صديق. لا ما شاء الله، بيت سيارات. هذا اللوجو ما شاء الله من السيارة. خلينا نشوف السيارة كامل الحين. شوف ما شاء الله، صبغ وكالة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اي كثرة الصبغة انا ما قدرت استحمل هنا. الحين هذا كما تشوفوا في الفرن عندهم، يصبغوا السيارات في الفرن، يعني صبغ الفرن يعني ما صبغ عادي ما شاء الله. شوفوا حتى الصبغة، تشوف وشك في الصبغة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف القرطاس كيف عاملينه، حال القامات وحال الدريشات وحال الاشياء هذيك ما شاء الله. شوف الصبغه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف اللمعه بعده ما مسوي لي لا بوليش ولا شيء، بس الصبغه هذه بس. شوف كما تشوفوا فيها ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا في الفرن عندهم داخل ما شاء الله. كما تشوفوا الشاص، شوف الشاص كيف ما شاء الله، كيف مضبطين الصبغه تاعو. شفتوا الصبغه كيف تاع الشاص ما شاء الله تبارك الرحمن. صبغه ولا غلطه ما شاء الله تبارك الرحمن. عندهم على فكره عندهم قطع غيار متوفر، عندهم ميكانيك، عندهم صبغه، عندهم ما شاء الله اي شيء محتاجينه هنا. عندهم خلف هناك قطع الغيار، هنا ميكانيك وصبغ، هناك بعد قطع الغيار وميكانيك وصنفر. يعني عندهم كل شيء متوفر عندهم ما شاء الله، كامل متكامل. بركه صناعيه بركه ما شاء الله تبارك الرحمن. كما تشوفوا السياره هذه الصبغه تاعتها ما شاء الله تبارك الرحمن. هانتم كما تشوفوا، احنا ما نصور على بعيد، نصور على قريب عشان تشوفوا الصبغه ما شاء الله، كيف نظافه الصبغه وكيف مركبين استيكرات ومركبين كامل ما شاء الله. الاخوان الرقم على الفيديو، تواصلوا معاهم ما بيقصروا معكم. واي شيء اي حد باغي صبغه وكاله وصبغه نظيفه يجي عندهم. يعني عندهم ما شاء الله السعد مال الشاصي، تصليح الشاصي رقم واحد تصليح. مره تعال وصلح الشاصي تاعك وروح فحص اي مكان ما شاء الله. يضبطوا عندهم، يرفعوا السيارات، يفحصوا لك السيارات، عندهم تقنيين ما شاء الله عليهم. الشاصي اذا كان عندك الشاصي الارضيه اي شيء يضبطوها ما شاء الله. شوفوا المكان وين يحطوا السياره ويسحبوا الشاصي عشان يكون مضبط الشاصي. عندهم تصليح صبغ السيارات الكبار، الشاحنات عندهم مكان هناك، شاحنات كبار صغار 3 طن 6 طن، عندك 10 طن، السيارات كاملا يصبغوهم. الشاحنات كبار ما شاء الله. الجراج كامل متكامل، اي شيء محتاجينه تواصلوا بس على الارقام اللي على الفيديو، وان شاء الله بيجيبكم الجراج وما بيقصروا معكم ان شاء الله بحول الله تعالى.